أهلا بيكي في اليوم الثامن من رحلتنا. لو سألتك النهاردة يعني إيه أنوثة؟ أول حاجة هتيجي في دماغك يمكن تقوليلي حبيبة، الأنوثة هي النعومة في الكلام والرقة في الحركة والشعر الطويل واللبس الحلو والبرفيوم والابتسامة ومش عارف إيه. يمكن تفكري حتى في صور السوشيال ميديا اللي هو السوفت جيرل والفيمينين انرجي والبيرفكت وبتاع، وحتى يمكن تفتكري حاجات من الأفلام. كل ده مش غلط في حد ذاته، والاهتمام بشكلك حلو، وإنك تبقي ناعمة ورقيقة في تعاملاتك حلوة جدا، وإنك تحبي نفسك وتهتمي بيها برضه حلو. ولكن المشكلة بتبدأ لما ده يبقى كل حاجة، لما تبقى الأنوثة عندنا مجرد شكل، مجرد باكج خارجي كده، ولما الشكل ده ما يبقاش في مكانه أو يقل شوية نحس إن إحنا خسرنا أنوثتنا وإن أنا مش بنت وبتاع. فكام بنت حلوة متربية كويس وشكلها جميل ولكن قلبها فاضي، وكام بنت أنثوية جدا في شكلها ولكن عبادتها لربنا ضعيفة، علاقتها بالصلاة مش موجودة، قلبها متعلق بكل حاجة إلا ربنا. كام بنت سوفت ومرتبة ومش عارف ايه ولكن جواها قسوة على نفسها، أو كبر على غيرها، أو فراغ روحي ما بيتملاش بأي حاجة. النهاردة في اليوم الثامن احنا داخلين على مفهوم مختلف تماما للأنوثة، ألا وهي الأنوثة الروحية. طبعا اللي حضر معايا كورس الأنوثة اللي موجود على القناة هيفهم أنا قصدي ايه. فالأنوثة النهاردة اللي ربنا خلقها فينا، الأنوثة اللي مش بتروح مع تقدم السن، ولا بتضعف مع تغير الشكل، ولا حتى بتتأثر بمعايير السوشيال ميديا اللي بتتغير تقريبا كل سنتين تلاتة. الأنوثة الحقيقية اللي أنا قصدي عليها هي في الخضوع لله، في الانكسار ما بين إيديه، في الحياء منه، وفي اللجوء إليه، وفي الاحتياج الدايم ليه. فإنك تعرفي إنك مهما كنتي قوية في الحياة انتي ضعيفة قدامه، محتاجاله في كل نفس. ودي هنسميها أنوثة العبادة، ودي حلقة النهاردة. خليني أبدأ معاكي بقصة، قصة امرأة كانت أمة يعني خادمة، يعني في المجتمع كانت أقل طبقة، ولكن عند ربنا كانت من أشرف النساء، لدرجة إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عنها كلام يخلي القلب يتهز فعلا. الامرأة دي اسمها أم أيمن، ألا وهي بركة بنت ثعلبة الحبشية رضي الله عنها. كانت أمة، عبدة، وعند عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته ورثها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اتولد النبي هي اللي حضنته، هي اللي رعته، هي اللي كانت معاه من أول يوم. فضلت طول حياتها معاه في مكة وفي الهجرة وفي المدينة وفي الغزوات، كانت بتخدمه وبتحبه وتدافع عنه، وكمان بتساعد المسلمين في كل حاجة بيحتاجوها. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيحبها حب عظيم جدا جدا جدا، لدرجة إن يقول عنها أم أيمن أمي بعد أمي. فأنتم متخيلين النبي سيد الخلق بيقول عن أما حبشية أمي؟ فبعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها، بعد كل المصايب اللي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يروح يزور أم أيمن دي ويقعد معاها ويحكي لها ويعيط معاها، وبيقول لها هذه بقية أهل بيتي. ولما توفى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما راحوا يزوروها فلقوها بتعيط. قالوا لها ما يبكيكي، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لهم إيه بقى؟ والله إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي على الوحي على الوحي إذ انقطع من السماء. فسيدنا أبو بكر وعمر عيطوا معاه. طب إيه اللي خلى امرأة بسيطة كده زي دي، أمة عندهاش مال ولا جمال استثنائي ولا شهرة ولا أي حاجة، يبقى عندها المكانة دي عند النبي وعند الصحابة وعند ربنا؟ كل ده يتلخص في أنوثتها الروحية وخضوعها لربنا وعبادتها الصادقة.
خدمتها لدين ربنا بإخلاص من غير ما تستنى مقابل أو تستنى فلوس أو شهرة أو مدح، قلبها اللي دايما منكسر لربنا اللي كان يعيط على انقطاع الوحي، مش على إنها فقدت منصب أو مكانة دنيوية. هي دي الأنوثة الحقيقية. ما تقوليش بقى اللبس والشكل الخارجي، مش حتى الحسب والنسب. الأنوثة الحقيقية هي في علاقتك بربنا وفي خضوعك ليه وكسرتك بين إيديه. فتعالوا بقى نفهم يعني إيه أنوثة العبادة. الأنوثة في أصلها الفطري هي النعومة والرقة والاحتياج والانكسار الجميل، ما عندناش مشكلة في ده. ولكن لما ربنا خلق المرأة خلقها بطبيعة مختلفة عن الرجل، عشان كده في ناس كتيرة بتتكلم عن سيكولوجية الرجل وسيكولوجية المرأة. ال الست بطبعها قلبها أرق، مشاعرها أعمق بكتير جدا من الراجل، احتياجها للحنان والحماية والسند أعلى، وفي نفس الوقت عندها قوة داخلية عجيبة في قوة الصبر، قوة الاحتمال، قوة العطاء بلا حدود. كل الصفات دي لما نيجي نوجهها لله تتحول لأعظم أنواع العبادة. يعني إيه يا حبيبة؟ يعني إحنا قلنا إن الست بطبعها عندها رقة في القلب. هنخلي الرقة في القلب دي هي رقة في التعامل مع ربنا. قلب المرأة الرقيق ده اللي بيتأثر بسرعة واللي بيعيط بسهولة جدا واللي بيحس بعمق، لو توجه لربنا يبقى قلب خاشع في الصلاة، متأثر بالقرآن، دموعه دايما في السجود صدقة، ودعائه من قلبه مباشرة، زي ما بنقول من قلبك لباب السما كده. طيب، اتنين، في الاحتياج للسند. احتياج السند ده هنخليه احتياج دايم لربنا. الست بطبيعتها بتحتاج حد يسندها ويحميها ويطمنها، فلو الاحتياج ده اتحول من المخلوق للخالق تبقى دايما محتاجة لربنا، دايما رافعة ايديها بالدعاء، دايما حاسة ان حسبي الله ونعم الوكيل مش جملة عادية كده، لأ هي حقيقة بتعيشها. حاجة كمان من صفات المرأة ألا وهي الحياء. يعني حياء هنحوله حياء من الله قبل الناس. يعني الأنوثة الحقيقية معروفة إن هي حياء، ولكن الحياء الأعظم بيكون من ربنا مش من الناس. إنك تستحي إنك تعصيه، تستحي إنك تفضلي قافلة المصحف بالشهور، تستحي إنك تنسي أو تسيبي صلاتك تفوتك، وإنك تقولي كلمة وحشة أو تعملي ذنب وإنتي عارفة إن هو شايفك. حاجة كمان الضعف الظاهري. يعني الست ممكن تبقى ضعيفة جسديا ولكن لما تتوكل على ربنا عايزة اقول لكم بتبقى اقوى من الجبال، تصبر على فقد، على ظلم، على ابتلاء، تفضل واقفة وصامدة، لان سندها مش بشر، هو سندها رب العالمين. طب ازاي نبني انوثة العبادة دي في حياتنا يا حبيبة؟ ازاي نخلي علاقتنا بربنا تاخد الطابع الانثوي الجميل ده من غير ما نفقد قوتنا او نبقى ضعاف؟ اول حاجة إنِّك تعترفي إن الخضوع لربنا مش ذُل، بل بالعكس ده عِزّ. في فرق كبير جدًا بين الخضوع لله والذُل للناس. الخضوع لله الرفعة، لإن ربنا بيقول لك: "ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين". فلمّا تخضعي لربنا أنتِ كده بتتعزّزي، لمّا تنكسري ما بين إيديه يرفعِك، ولمّا تعترفي حتى بضعفِك قدّامه يقويكِ. أما بقى الخضوع للناس أو التذلل لمخلوق عادةً أو فكرة إنِّك تتعلقي بحد لدرجة إنِّك تضيّعي كرامتِك أو دينِك علشانه، هو ده الذل الحقيقي. والمرأة المؤمنة لا تخضع إلا لله. تحترم الناس وتحب الناس تعامل الناس بلطف جميل جدًا، ولكن خضوعها الكامل لربها بس. فأول حاجة أو أول خطوة إنِّك تعترفي إن الخضوع لربنا مش ذل بل عِزّ. تاني حاجة إنِّك تخلّي عبادتِك فيها أنتِ، يعني إيه؟ مش شرط تعبدي ربنا بنفس طريقة غيرِك. ربنا خلقِك بقلب رقيق زي ما خلق غيرِك أو بنوتة أو مرأة غيرِك، فأنتِ عايزاكِ تستخدمي الرقة دي في الدعاء، في العياط وأنتِ بتسجدي، في إنِّك تتأثّري بالقرآن. ربنا خلقه حساس وخلقِك حساسة، فخلّي حساسيتِك دي تخدم علاقتِك بيه، إنِّك تحسّي بالآيات بتاعته، تحسّي بالنِّعَم، بلطفه حتى في التفاصيل الصغيّرة. بتحبّي الجمال؟ كُلّنا بنحب الجمال،
ولكن خلي مصحفك جميل، مكان صلاتك مترتب، سجادتك دايما نظيفة، هتعطري نفسك حلوة قبل ربنا. ربنا جميل يحب الجمال، واهتمامك بجمال عبادتك ده جزء من أنوثتك الرب. تالت حاجة، إنك تتكلمي مع ربنا كأنثى. يعني إيه يا حبيبي كأنثى؟ يعني في الدعاء ما تبقيش جافة وفورمال وتقولي دعاء محفوظ وكلمتين وخلاص، لأ، عايزاكي تحكي له بضعفك، بخوفك، بفرحك، بكسرتك، تحكي له وتقولي له يا رب أنا مكسورة، اجبرني، يا رب الفرحة دي منك خليها دايمة، يا رب أنا ممتنة على كل عطاياك وكل نعمك. كل ده هيقويكي قوي، لأن الأنوثة في العبادة إنك ما تخبيش ضعفك على ربنا، بل بالعكس، إنك تقولي له، تفضلي تطلبي منه إن هو يقويكي. ربنا بيحب العبد المنكسر الذليل بين إيديه، اللي عارف إنه لا حول ولا قوة إلا به. انتوا متخيلين؟ فكأنك بتحكي لأقرب حد ليكي في الحياة، وانت مش متخيلة انت كمان بتقابليه 5 مرات في اليوم، وعمره ما هيجي يقولك انت تقيلة على قلبي او يزهق منك، بل بالعكس، ربنا بيحب كده قوي قوي قوي. فحاولي تقربي منه وتحكي له كل حاجة بالتفصيل. رابع حاجة، انك تخلي عبادتك سر ما بينك وما بين ربك. من أجمل مظاهر الأنوثة ألا وهي الخصوصية والسرية. الست المؤمنة عبادتها الحقيقية في السر مش على الملأ. يعني ما تجيش تصلي عشان تقول للناس أنا بصلي والناس تقول عليها لا دي جميلة بتصلي بصفر فرج، لا. خلي صلاة قيام الليل بتاعتك من غير ما حد يعرف، عياطك في السجود ربنا بس اللي شايفه، دعائك في جوف الليل أو قبل الفجر محدش سمعه غير ربنا، صدقة في السر بقى، قرآن من غير ما حد يشوفك وانت بتقرأي. لما تخلي أجمل عباداتك سر ما بينك وما بين ربك، تحس بحلاوة جميلة كده مميزة من نوعها، تحس إن ما بينك وما بين ربنا علاقة روحية قوية جدا جدا جدا، ما حدش داخل فيها من البشر. وخاصة إن الحاجات اللي زي كده بتبصي فيها بسرعة جدا. فاوعي تحكي لحد عن علاقتك بربنا. آخر خطوة، اصبري على الطاعة كصبر الأمهات. ممكن تكوني مش أم، ماشي، يعني ما اتجوزتيش لسه، ولكن الأنوثة عامة فيها صبر عجيب جدا. الأم ممكن تصبر على الحمل 9 شهور، والولادة، وبعد الولادة السهر، التعب، كل ده حبا في ابنها أو بنتها. نفس الصبر ده عايزاكي تستخدميه في الطاعة حتى لو انتي ما اتجوزتيش. واصبري على قراءة القرآن، على الصيام، على قيام الليل، على غض البصر، على ترك الذنوب، حبا في ربنا ورغبة في رضاه. فتعالي نعيش كده تطبيقات عملية، هنحاول نعملها كل يوم من النهاردة. في الصلاة عايزاكي انك بدل ما تصلي وانتي متستعجلة بقى وعايزة اخلص وبتاع، خلي صلاتك فيها رقة وانسوية. يعني مثلا قبل ما تيجي تكبري، انا طبعا قلت لكم الكلام ده في الحلقة اللي فاتت امبارح. فقبل ما تكبري عايزاكي تهمسي في سرك كده اللي هو يا رب انا جايه لك. وفي السجود بدل ما تقعدي تقولي التسبيح بسرعه، حاولي تقوليه بصوت واطي شويه، بخشوع، بكسرة، اللي هو سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، اللي هو انت عايزاكي تستشعري انك فعلا مكسوره قدامه وضعيفه ومحتاجه. ده بالنسبه للصلاه. في الدعاء خلي دعائك خاص، يعني ما بينك وما بين ربك، لا يا رب عارف ان انا تعبانه، عارف ان انا خايفه من كذا، عارف ان قلبي متعلق بكذا، يا رب خد بايدي انا مش قادره لوحدي. فاللي بينك وما بين ربنا انا مش هتدخل فيه، يعني مش هقولك تتكلمي مع ربنا ازاي. كمان في قراءة القرآن حاولي انك تقري على مهلك شوية، يعني ببطء. حاولي تخلي آية تلمس قلبي. لو آية لمست قلبك وانت بتقرأي، اقفي عندها وكرريها، حاولي انك تعيشيها. تخيلي كده ان ربنا بيكلمك انت بالذات، انت متخيلة العظمة بجد. فانت لو قريتي مثلا كلمة او جملة آية سوري، فاذكروني اذكركم، يعني قول يا رب، انت بتقولي اذكرك تذكرني، فانا بذكرك دايما بالخير، فاذكرني في الملأ الاعلى. حاجة كمان،
لما تغلطي ما تقسيش على نفسك وما تيأسيش، حاولي إنك ترجعي له تاني بحياء، بكسرة، بعياط، بإحساس، لو يا رب أنا غلطت، أنا عارفة إني غلطت بس أنا ضعيفة، سامحني قويني ما تسيبنيش لنفسي. كمان لما تتعرضي لابتلاء، فقد بقى، مرض، هم، أي حاجة، ما تتذمريش، ما تفضليش تتكلمي وتشكي وتتمردي وليه يا رب ومش عارف ايه، لا مش عايزاكي كده. يا رب عرفني الرسالة والحكمة من اللي بيحصل معايا ده. يا رب انت اللطيف ألطف بيا، فرجها عليا. يعني حاولي انك تقولي او تتعاملي مع الابتلاءات بطريقة تانية من زاوية تانية. تمام. عايزاكي تسألي نفسك النهاردة، انتي انوثتك رايحة على فين او رايحة فين دلوقتي؟ هل كل تركيزي على الشكل وعلى الناس هتعمل لايك قد ايه تثني على جمالي قد ايه وعلى المظهر وشايفة ازاي وبتاع، ولا في جزء من انوثتي موجه لربنا ولعبادتي ولعلاقتي بيه؟ هل انا خاضعة لربنا ولا خاضعة لنظرة الناس ليا؟ هل قراراتي باخدها من الناس هتقول ايه ولا ربنا هيرضى عني ازاي؟ هل قلبي الرقيق اللي ربنا حطه فيا ده بيخدم إيماني ولا بيخدم دايما تعلقي بالدنيا؟ فتعالي نعيش كده رحلة الدعاء بتاعتنا. يا رب انت اللي خلقتني أنثى بقلب رقيق وإحساس عميق ومشاعر قوية. انت اللي خلقتني محتاجة للحنان، محتاجة للأمان ولحد يسندني. يا رب خلي كل ده يتوجه ليك، خلي رقة قلبي تخدم خشوعي في الصلاة، خلي احتياجي للسند يخليني دايما لاجئة ليك ورافعة ايدي بالدعاء، خلي حساسيتي تخليني أحس بآياتك وأتأثر بكلامك وأشوف نعمك في كل حاجة. يا رب علمني أكون أنثى في عبادتي، خاضعة ليك وانكسرة بين إيديك، مش مستكبرة ولا متكبرة، أنثى تعيط في السجود وتدعي بضعف وتقول يا رب أنا مش قادرة لوحدي، قويني. يا رب ارزقني أنوثة أم أيمن، العبادة بإخلاص والحب ليك ولدينك من غير ما استنى مدح أو شهرة. يا رب ارزقني أنوثة السيدة مريم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، نزهة العفة، الصمت الجميل والتوكل الكامل عليه. يا رب خلي أنوثتي حقيقية بخضوعي ليك، بإني أعرف إني مهما كنت قوية في الحياة ضعيفة قدامك، محتاجة ليك في كل نفس. يا رب لا تجعلني أنثى بالشكل فقط بلا روح، ولا تجعلني قاسية جافة بعيدا عن الرقة اللي خلقتني بيها. جعلني أنثى بقلبي قبل شكلي، بعبادتي قبل مظهري، بخضوعي ليك قبل إعجاب الناس بيا. يا رب أنت الحي الكريم وأنا الأمل فقيرة لك، اجعل أنوثتي عبادة ترفعني عندك لا فتنة تسقطني، واجعل قلبي الرقيق مفتاحا لجنتك لا سببا لبعدي عنك. آمين يا رب العالمين، آمين يا أرحم الراحمين. كده نكون خلصنا اليوم النهاردة، وأتمنى بعد الحلقة تحاولي تعيدي ترتيب أولوياتك تاني وتخلي أنوثتك الحقيقية في علاقتك بربنا. ابدأي من النهاردة، اكتبيلي في الكومنت أنا هبدأ معاكي يا بوبو، وحاولي تكلمي ربنا بكل الطرق اللي انتي شايفاها صح. وأشوفك بكرة في يوم جديد.